يا سلام على الرز المصري لما بنعمله معاملة الرز البسمتي بيكون تحفة وجميل جدا. مش لازم بسمتي في المشويات ولا في العزايم ولا اي حاجة. ممكن نستخدم الرز المصري عادي خالص وطعمه جميل اروع لو عملتيه بالطريقة بتاعتي. حلة على النار، معلقتين سمنة كبار، معلقتين سمنة بلدي، اي نوع سمنة عندك هتنفع طبعا، بس السمنة البلدي حلوة خالص. عندي هنا بصلاية كبيرة انا مقطعاها مكعبات صغيرة، حابة تفرميها في الكبة براحتك برضو. معلقتين سمنة عليهم بصلاية كبيرة، هبدأ أشوحهم التشويح على طول. تدبل معايا أول ما البصلة تدبل معايا وتاخد لون بالشكل ده خفيف خالص، هنزل باللومي، قرنفل، حبهان، عود قرفة، ولورا. التوابل بتاعتي الصحيحة، وأبدأ أشوحها تشويحتين بالظبط، وهنزل بالتوابل الباقية معايا. هنزل بالملح، هظبط الملح بتاعي، هنزل بالملح والسبع بهارات، وهنزل بالكاري وبهارات كبسة وبابريكا. وممكن لو حابة تضيفي توم بودر وبصل بودر براحتك. انا ما ضفتش التوم البودر والبصل البودر، هقدم تشويحه لغايه بس بشم ريحه البهارات بتاعتي. اول ما تطلع معايا البهارات بتاعتي في ريحتها، هبدا اضيف طماطميتين حجم وسط او طماطميه كبيره انا بشرها بشر بالشكل ده. دي طماطميه كبيره انا بشرها، لو طماطم صغيره ممكن تبشري طماطميتين. هبدا اقلبهم تقليبتين بس. اول ما تبدا تغلي معايا كده وتاخد لون، شايفين ازاي ده كده تمام. هنزل بالمية المغلية بتاعتي، هيكون غالية مية من بره، هضيف المية مغلية. ويا ريت ما نضيفش الرز على طول، لازم المية تغلي معايا. هغطي الحلة طبعا وهظبط الملح بتاعي الاول. تظبط الملح بتاعك وبعد كده تغطي الحلة. طبعا هنتعامل مع الرز المصري مش هو الرز المصري يختلف عن الرز البسمتي. اول ما غلي معايا نزلت بالرز البسمتي، الرز المصري بتاعي هو تمام، وهغطيه. طبعا الكميه اللي انت عايزها. هبدا اغطيه لغايه ما يستوي. اول ما يستوي الرز معايا وخلاص هطفي عليه، هبدا اضيف الزبيب بتاعي او اي نوع مكسرات عندك. طبعا لو مكسرات تانية هنديها تشويحه ونضيفها